ايه ده انت بتروح الجيم؟ طب حلو والله، بس اوعى بقى تاخد البروتين والحاجات ديت لحسن بتجيب مشاكل وتجيب لك عقم، خلي بالك وبتاع، ومشاكل كتيره جدا. اكتر جمله ممكن تتقال لك في حياتك اول ما تروح الجيم وغيرها جمل كتيره جدا. فانا قررت ان انا هحسم الجدل دوت وهعمل لك سلسله مكملات كامله. في السلسله دي هنتكلم عن كل مكمل بالتفصيل، وهشرح لك كل واحد بيتكون من ايه وعباره عن ايه وتستخدمه ازاي وكل التفاصيل عليه، عشان تبقى فاهم انت هتستخدم ايه لو انت ناوي تستخدم مكملات، او عشان لما اي حد يقول لك اي حاجه ملهاش اي لازمه او اي حاجه غلط تبقى انت عارف ايه هو الصح وتقدر تعدله. حلقه النهارده هتكون عن اكتر مكمل عليه جدل وهو البروتين، وفي اخر الفيديو هقول لك هل المكمل دوت يستاهل ان انت تحط فيه فلوس ولا لا. اول حاجه، ايه هو البروتين ده اصلا من الاساس؟ الموضوع بيبدأ من المزرعة، من عند البقر بالذات. بيبدأوا إن هم يحلبوا كل البقر اللي عندهم ويجمعوا كمية لبن كبيرة جدا، وعلى طول بينقلوها على المصانع. بمجرد إن اللبن يوصل المصانع بيبدأوا على طول بعملية فصل اللبن لجزئين. جزء أول حاجة أجزاء الصلبة، ودي بتخش في صناعات كل أنواع الجبن، وبيتبقى لنا جزء بسيط تاني السائل اللي هو شرش اللبن. بعدين ياخدوا شرش اللبن دوت على طول ويبدأوا ينقلوه عن طريق مواسير كتيرة جدا وفلاتر كتيره جدا عشان تفلتر الشرش دوت وتتاكد ان هو ما فيهوش اي حاجات زياده هم مش عايزينها. بتمر بمواسير كتيره جدا وعمليات فلاتر كتيره جدا عشان يتاكدوا ان هم يوصلوا حاجه، ودي انواع الفلاتر اللي بتعدي بيها. كل العمليات ديت بتتم على درجات حراره معينه جدا، والمواسير ديت بندخل منها شرش اللبن بيتخلص من الفاتس واللاكتوز، وبعد كده بيطلع لنا الواي بروتين. بعد كده بيدخلوا الواي السائل دوت على مجفف كبير جدا بيعدي على مرحلتين، هواء سخن بعديها هواء ساقع، ده اللي بيفصل الليكويد السائل واي بروتين عن البودره اللي في الاخر. وبكده يكون الواي بروتين بتاعك في الاخر جاهز وخلص خلاص، وبياخدوه على طول عشان يبدا ان هو يتعبي ويتحط في علب. طبعا الشركات النظيفه بتهتم جدا بالجوده بتاعت كل حاجه وبالتعبئه، سواء كوزن او سواء كواليتي المنتج اللي انت بتاخده في الاخر تكون حاجه نظيفه، ما تكونش حاجه مضروبه. وطبعا بتتعبى كل حاجات وتخش بقى في علب وتروح للناس تبدا ان هي تشتريها وتبيعها. يعني زي ما انت شفت ان الواي بروتين بيتكون من اللبن، حاجه انت ممكن تكون بتشربها كل يوم ما فيهاش اي مشاكل، يعني ما فيهاش ستيرويدز او ما فيهاش منشطات او اي حاجه ممكن يبقى ليها ضرر ليك، او هو كمان ما فيهوش حاجه سحريه اول ما تاخدها من هنا هتلاقي نفسك بقيت البيج رامي من هنا. انت بتتكلم جد؟ نخش في تاني حاجه وهي انواع الواي بروتين. اول نوع هو الواي بروتين الكونسنتريت، هو بيكون البروتين العادي خالص، النسب فيه بتكون مظبوطه، سواء البروتين او الكارب او الفات بتكون نسب عاديه جدا، بيكون بس كبروتين مكمل بتكون النسب الحاجات فيه زياده عشان تكمل احتياجك. تاني نوع هو الواي الايزوليت، جايه من كلمه ايزوليت او ايزوليشن اللي هي منعزل او معزول. نوع البروتين دوت بيكون متفلتر منه او معزول منه اغلبيه الكارب واغلبيه الفات، فبيكون النسبه الاساسيه اللي فيه وهي البروتين، بتكون البروتين اعلى حاجه فيه. ففي ناس كتيره جدا بتستخدم الايزوليت خصوصا في التنشيف لما هم بيكونوا بيجهزوا البطولات او ايا كان هدفهم ايه. الايزوليت بيكون الحاجه الاساسيه عشان انت مثلا محتاج تدخل كميه بروتين بس فقط زياده لجسمك، مش محتاج اي كارب زياده او مش محتاج اي فات زياده، فانت عايز بروتين فقط، فالايزوليت هو احسن حل ليك. ثالث نوع هو الواي الكازين. الكازين هو بيكون بروتين عادي خالص، بس هم بيحطوا فيه شويه حاجات بيخلوه ان هو يبقى بطيء الامتصاص. يعني ايه بطيء الامتصاص؟ يعني جسمك عشان يستفاد بيه ويوزعه كده ويدخله عموما لنفسه بياخد وقت زياده شويه. وعكسه رابع نوع وهو البروتين الهيدرولايزد، ده بيكون سريع الامتصاص، فانت عندك بطيء الامتصاص وعندك سريع الامتصاص. خامس نوع هو الجينر. الجينر ده بيكون بروتين عادي ولكن بيزودوا العناصر اللي معاه اللي هي الفاتس والكاربز، عشان الجينر دوت جايه من كلمه جين او زياده للاشخاص اللي هم بيكون مثلا وزنهم رفيع او ان هم بيعانوا من نحافه او اي حاجه من الحاجات دي. فالجينر ده بيكون فيه سعرات حراريه عاليه جدا، فالسعرات دي بتساعده ان هو يزيد وزن او يعمل اي حاجه اسرع شويه. تالت حاجه تستخدمه ازاي او بتاخد كام سكوب في اليوم. الموضوع بيتحدد على اساس النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه او على حسب احتياجك. جسمك عشان يبدا ان هو يزيد وزن ويعمل عضلات محتاج حوالي من 1.5 ل 2 جرام بروتين لكل كيلو من جسمك. فلو انت مثلا جسمك محتاج 150 جرام بروتين في اليوم وانت دخلت 100 جرام من الاكل العادي بتاعك، فال 50 جرام التانيين دول هندخلهم من الواي بروتين او من المكمل اللي احنا جايبينه ده، فساعتها هناخد حوالي مثلا 2 سكوب من الواي بروتين عشان نكمل احتياجنا اللي احنا محتاجينه. عضلاتك عشان تكبر وعشان تتطور لازم الهدف الاساسي او الحاجه الاساسيه اللي بتعتمد عليها هو الاكل. المكملات حاجه بتكملك احتياجك او حاجه بتساعدك زي ما قلت لك من شويه.
رابع حاجه وهي تستخدمه امتى على مدار يومك. الصراحه مش هيفرق كتير، تقدر تستخدمه في اي وقت انت عايزه، كده كده جسمك هياخده هيستفاد بيه. لكن انا عن نفسي شخصيا بفضل ان انا استخدمه بعد التمرين، عشان بعد التمرين بيكون جسمك طالع هلكان وطالع ما فيهوش اي طاقه وما فيهوش اي حاجه، فاي حاجه بتدخلها لجسمك بيبدا ان هو يستفاد بيها اقصى استفاده، على عكس الوقت اللي هو بيكون فيه مثلا على مدار يوم. فبحب ان انا ادخل الواي بروتين بتاعي، ولو انا مثلا هعمل له ميكس مثلا مع كرياتين او مع اي مكمل تاني، بدخل الحاجات دي بتكون زي وجبه سريعه لجسمي، بيكون بروتين سريع الامتصاص، فجسمي بيمتصه بسرعه، والبروتين بيساعدني ان انا مثلا اعمل هيل للعضلات او ان انا اعمل استشفاء اسرع، واستخدمه ان انا ابني عضلات. فده الوقت اللي انا بفضله. انت تقدر تحطه في اي وقت انت عايزه، في ناس بتشربه اول ما تصحى، في ناس بتشربه قبل ما تنام، في ناس بتشربه قبل التمرين، انت حر مش تفرق كتير، لكن انا قلت لك انا بحب استخدمه. طيب اخر حاجه، هل الواي بروتين يستاهل ان انا احط فيه فلوس، او هل الواي بروتين يعتبر قيمه مقابل سعر؟ الاجابه وهي ايوه، تقدر انت تجيب الواي بروتين وهتستفاد منه استفادات كويسه جدا، وهيساعدك ان انت تعمل عضلات، ولكن الاهم زي ما قلت لك هو الاكل. لو انت هتيجي على اكلك عشان تجيب مكمل ايا كان مكمل ايه، مش بس الواي بروتين، الاكل هو الحاجه الاساسيه. جبت انت معاك مثلا بادجت معينه او كميه فلوس معينه وزعتها ان انت جبت بيها شويه اكل، لو انت معاك فلوس زياده او حابب ان انت تجيب مكمل تقدر تجيب مكمل لكن لو انت هتيجي على اكلك ومثلا هتنقص وجبه او مثلا كميه اكل معينه عشان تجيب المكمل ده، فملهاش اي لازمه. زي ما قلت لك ان الواي بروتين معمول من اللبن، معمول من اكل، فانت خد الحاجه الاساسيه اللي هي الاكل، وبعد كده مش هتقدر ان انت تكمل احتياجك من الاكل، ساعتها هتدخل مكمل الواي بروتين يساعد ان انت تدخل كل الكميه اللي جسمك محتاجها عشان تعمل عضلات احسن. كده يا شباب ده يكون كل حاجه عن حلقه النهارده. هعمل لكم سلسله كامله زي ما قلت لكم عن كل المكملات، هفهمكم كل التفاصيل كل مكمل عشان ما حدش يقول لك اي حاجه غلط، وتبقى انت عارف كل حاجه بالظبط. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل، وللتدريب الاونلاين والبرامج المخصصه هتلاقوا لينك الواتساب تحت، ابعتوا لي عليه هاشتاج اونلاين كوتشنج، هيتبعت لك هناك كل التفاصيل على طول. وتابعوني على كل اكونتاتي تحت، هتلاقوا الفيسبوك انستجرام، بنزل هناك ستوريات تمريني كل يوم. لو انت ما بتعرفش تتمرن او انت مش عارف تاخد تمارين ايه وعايز حد يساعدك، روح هناك تابعني، هتلاقي على الاستوريات كل يوم بنزل التمرين اللي انا بتمرنه، وهيساعدك جدا ان انت تطور من شكل جسمك. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.